صار عنا بيضة شوية مي ونشا نضربه مع بعض. نحط حليب. بدنا شوية حليب بودرة لنلون المي لون أبيض بكفي. حابب تكتر أنت حليب بودرة خير وبركة، حابب تحط كريمة سائلة ترفع مستوى الدسم كمان ممتاز، ولكن بكفينا شوية حليب لنلون المي ونتركهم على النار حتى يغلي الحليب مع المي. بس يغلي الحليب مع المي لازم نبلش نحرك وجه المزيج. اذا فصل الحليب عن المي بنرجع بندمجهم مع بعض ونبرد وجه المزيج حتى ما يفور، لانه بدنا نرفع حرارة المي حتى تقدر تستقبل كمية النشا وما تهبط حرارتها، لانه النشا بيجمد على الحرارات الواطية. فكل ما كانت حرارة المزيج عالية بنقدر نخلط النشا بشكل افضل. حنضيف النشا بشكل تدريجي رويدا رويدا. مجرد ما نزل كمية من النشا ما عاد فينا نوقف عملية التحريك. حنستمر بعملية التحريك وإضافة النشا لنحصل على قوام متماسك. هلا المضرب شايف هلا بيصير جاهز لنضيف باقي المكونات. شغلة 100 جرام سكر لكيلو المي بزيادة، لأنه هيدي بيستعمل بوصفات حلو عربي وفيها قطر، ما في داعي لكترة السكر. لحسة سمنة بتعطينا دسم وبتعطينا لمعية ممتازة جدا، ما في داعي للمبالغة بكمية السمنة أو الزبدة إذا حبيته. حنضيف بضع قطرات من مركز ماء الورد وماء الزهر، وبنتأكد قبل ما نرفع خليطنا عن النار انه متماسك وعم يمغط على المضرب. اذا ما كان متماسك نقدر نرجع نضيف باقي كمية النشا لنرجع نحصل على نفس القوام اللي هلأ بنشوفه عم يمغط على المضرب، لنعرف انه صار متماسك. مجرد ما حصلنا على هيدا القوام واخيرا اضفنا الفانيليا رشة مثل ما اتفقنا وخلطنا. طبعا هو بده يطبق يفتح النشا برضه مش ضابط تعرف نشا بالمي. حنرفعه مباشرة ونسكبه على وعاء بارد، لأنه الوعاء ساخن ممكن تكفي عملية الطبخ وتزنخ عنا الطبخة أو تتغير طعمتها. لذلك حنسكبه على وعاء بارد وبصير جاهز لنستعمل بالوصفات القادمة إن شاء الله. أنا خباز ال99. إذا كنت تهتم بهيدي المواضيع ما تنسى المتابعة.